لو سألتني عن أكتر لعبة سبايدر مان أنا متعلق بيها هقول لك لعبة سبايدر مان ويب اوف شادوز، لأن هي أكتر جزء في سبايدر مان شايفها كاملة متكاملة بصراحة، من جرافيك من سويمنج من جيم بلاي من كل حاجة. طبعا أنا بقارن بين ألعاب سبايدر مان من سنة 2000 ل 2008 اللي هو السنة اللي نزل فيها اللعبة دي. لو بصينا على الأجزاء اللي فاتت هتلاقيها متواضعة شوية من حتة الجرافيك، هتلاقي إن في كل جزء فيها بيبقى حلو في حاجة بس مسقطة حاجة، زي مثلا اللعبة اللي اتربينا عليها كلنا لعبة سبايدر مان نزل سنة 2001 المشهورة جدا، وفي كل سايبرات مصر تقريبا هتلاقي موجودة اللعبة دي. هتلاقي الجيم بلاي بسيط وكويس جدا، بس في نفس الوقت هتلاقي ان السويمنج فيها يعني صعبة شوية، تحسها مش سلسة خالص، مرورا بسنة 2002 اللي كان الجرافيك فيها حلو سيكا والجيم بلاي برضو مش وحش خالص، بس برضو مشكلة السويمنج موجودة ان هو مش سلس يعني من ناحية ان هو بيطلع شبك بقى وبيطير. ولكن الجزء اللي بعده اللي نزل سنة 2004 كان الموضوع مختلف تماما، تحس ان اللعبة سلسة مع انها لعبة كمبيوتر، بس برضو تحسها بدائية في بعض الحاجات، واللي برضو اللعبة دي موجودة في كل سايبرات مصر تقريبا برضو. ومع سنة 2005 حصل طفرة في العاب سبايدر مان لما نزل لعبة التيمت سبايدر مان. اللعبة واخدة طابع الكوميكس وبحتة روشة كده، بيحكي لك القصة بشكل سلس وبسيط، وكمان حلوا مشكلة السويمنج اللي كانت بالنسبة لي أزمة في العاب سبايدر مان بصراحة. بس برضو لما نزلت اللعبة وجربت العبها شوية لقيت ان برضو في صعوبة شوية في اللعبة، او مش عارف ممكن اكون انا فاشل في العاب سبايدر مان مش عارف. ولو ده الجزء بتاعك المفضل اكتب لي تحت في التعليقات بتحب التيمت سبايدر مان ولا لا. عن نفسي انا ما كانش عندي مشكله خالص مع اللعبه دي، بالعكس صلحوا مشاكل انا كان نفسي ان هي تتصلح، بس برضو مش عارف في حاجه كده مش متكامله برضو. يعني شغل الكوميك بوك اللي هم فيه ده مش عاجبني، ممكن الستايل بتاعه مش عاجبني، انا عاوز حته واقعيه كده. انا حاسس ان انا بلعب جوه كرتون سبايدر مان اللي كان بيجي في ام بي سي 3 مثلا لو تفتكروا. مع سنه 2007 نزل فيلم سبايدر مان ونزل في ديله على طول اللعبه بتاعته. وقبل كده كان في قناه على التلفزيون اسمه سبيس باور لو تفتكر، كانت بتجيب الالعاب الحصريه في الوقت ده، كان برنامج يعني كان بيجي وكده، كانوا بيتكلموا وقتها عن اللعبه دي وان ازاي اللعبه دي حلوه ومش عارفه ايه وبتاع. وفعلا كنت متحمس ولقيت الجرافيك بقى واو، وصلحوا موضوع السويمنج واضحه جدا. ولكن بعديها بسنين حملت اللعبه، انا ما عنديش مشكله مع اللعبه ولا مع الجيم بلاي، ولكن على الجرافيك يعني انت المفروض سنه 2007 المفروض يبقى الجرافيك احسن من كده، انما مش 2007 نزل قصادك العاب كتيره جدا احسن منك بكتير، زي مثلا لعبه هاف لايف 2 او بوشر وماس افكت والعاب كتيره جدا نزلت في السنه دي وكانت احسن منها كجرافيك وكجيم بلاي وككل حاجه. فانا حاسس ليه ان اللعبه دي مثلا استعجلوا عليها او استرخصوا، او شركه الانتاج كان السوبكي وقتها، مش عارف في مشكله حصلت في اللعبه دي. بس كاوفرول وكلعبه ممكن تستمتع بيها، بصراحه انا استمتعت باللعبه دي، بس مش احسن لعبه لسبايدر مان بالنسبه لي، بل كمان في ناس شايفه ان اللعبه دي من ضمن اسوأ العاب سبايدر مان اصلا. المهم عدت سنه لسنه 2008 كانوا بيعلنوا عن اللعبه هتنزل، وهي لعبه سبايدر مان ويب اوف شادوز. بيني وبينكم انا وقتها ما لعبتش اللعبه خالص، لغايه لما لقيت قناه لويجي بيتكلم عنها وبيقول ان اللعبه دي احسن لعبه سبايدر مان لعبها ومش عارفه ايه والكلام ده. سبايدر مان ويب شادوز احسن لعبه لسبايدر مان على الكمبيوتر. فانا قلت بيني وبينكم بصراحه قعدت افكر واقول طب ما اجرب اللعبه دي. انا وقتها ما كنتش مجرب اللعبه دي خالص، انا اسمع عنها بس ما جربتهاش. قصه سبايدر مان مختلفه. بيني وبينكم انا بحب قوي لما اللعبه تختلط مع الفيلم نوعا ما، كاني بتفرج على الفيلم وانا بلعب اللعبه، زي لعبه باتمان بيجانز مثلا لما نزل منه نسخه على بلاي ستيشن 2 جاب اجزاء من الفيلم على اجزاء من اللعبه ومش عارفه ايه. انا بحب اللعبه دي على فكره، في ناس ممكن تكون ما بتحبهاش بس انا بحب اللعبه دي. المهم ان انا حملت اللعبه وكنت واثق تماما ان انا مش هيعجبني اللعبه خالص، لان القصه مختلفه والرسوم تحسه مش حقيقي، تحس ان هو لمعان كده، تحس ان كل حاجه بتلمع كده. وطبعا لما انا حملت اللعبه ولعبته التجربه كانت مختلفه تماما، ان اللعبه تقدم لي كل حاجه انا عاوزها بالشكل ده، فدي حاجه خرافيه. ونسيت اقول لكم كمان على مميزات اللعبه عامله ازاي. السويمنج بتاعتها سلسه بشكل رهيب، انت ممكن بص تتحرك وتتشقلب، بص تعيش حياه سبايدر مان، ممكن كمان تتحول لسبايدر مان الاسود في اي وقت ومن اول مرحله مش من مرحله معينه. كمان اللعبه دي فيها قرارات ممكن تاثر على نهايات اللعبه، ودي بالنسبه لي حاجه جميله جدا، لان انا بحب قوي جو لعبه ديترويت ده. يمكن السلبيه الوحيده اللي في اللعبه بالنسبه لي وهي القصه المختلفه عن قصه الفيلم بصراحه، بس كده. ودي بتبقى مساله اذواق، يعني ما تاخدش مني السلبيه دي كسلبيه قاسيه، لا عادي، انت ممكن تكون بالنسبه لك ده ميزه مش عيب، انت رايك انت اكتبها تحت في التعليقات ما فيش مشكله. قبل ما تعرف قصه اللعبه لازم تعرف ان الشخصيه الشريره الرئيسيه في اللعبه مش كينج بينج ومش بلاك كات ومش الكترو ولا حتى شخصيه وولفرين. الشخصيه الرئيسيه اللي انت هتواجهها طول اللعبه وهي فينوم. مع بدايه اللعبه هتلاقي ان سبايدر مان ماشي حواليه دمار وفوضى، وطبعا اغلبكم فاكرين ان هو ماشي زعلان
مان مثلا، واللي نزل منه الميمز ده. ولكن الحقيقة غير كده تماما. هو بيتر باركر هنا بيفكر في ماري جين وان هو عاوز يوصل لها ازاي، ويبدأ في ان سبايدر مان ينط من المبنى العالي ويفضل يسويمنج كده شوية ويضرب ده ويضرب ده لغاية لما يلاقي طيارة كده بتترنح ووقعت على المبنى، نزل منه حد من الشيلد. فبعد ما سبايدر مان انقذه بيسأله فين ماري جين، وهو بيقول لا والله ما اعرفش عنها حاجة وبتاع. ففضل سبايدر مان يواصل البحث. فالمهم بعديها هنلاقي عربية بتترنح وهيلاقي ماري جين وكيدج مع بعض، وكيدج كان هياخدها عشان هي مصابه ودراعها مكسور. فسبايدر مان هيلاحظ ان في كيان غريب كده او ظل جاي عليه، وام جي هتقلق منه جدا وبتقول لسبايدر مان ابعد عنها دلوقتي، ابعد عنها فورا. ولكن كان فات الاوان، الكيان الغريب ده لزق في سبايدر مان وسحب. ولكن قبل الحوار ده بايام معدوده ام جي هنلاقيها مرميه على الارض ومصابه برضه. فانوم بيهجم على سبايدر مان وعاوز يدمج سبايدر مان جوه جسمه، ولكن فانوم مش هيقدر انه يعمل كده. فسبايدر مان هيبعد عنه، ولكن السائل الغريب بتاع فانوم هيلزق فيه طول اللعبه تقريبا، واللي هيتحول من خلالها لسبايدر مان الاسود. هتفضل بقى تضربه يمين وشمال وهتحمي ام جي وبتاع لغايه لما ناس المسعفين هيودوا ام جي للمستشفى. فانت بتبص تاني هتلاقي ان فانوم مش لاقيه، اختفى تماما. فالناس المسعفين هيوصلوا ام جي للمستشفى، ولكن من النور كده هتلاقي ان في عصابتين بيتخانقوا قدام المستشفى، اللي هو حبكت نتخانق هنا. وسبايدر مان بالفعل هيروح ويضرب بقى العصابتين دول وهيتعرف على كيدج، وهيبقى فيه جزء توتوريال كده في اللعبه. هتفضل بقى اللي هو ازاي تسويمنج، ازاي تضرب الناس ومش عارف ايه، عارف انت اللي هي الحته دي، فنسكبها. فالمهم نسيبنا من الحوارات دي كلها وتعالوا نخش على الجزء المهم في القصه، وهي ان كيدج هيستدعي سبايدر مان وهيقول له ان في عصابتين بص ضاربين بعض وكانوا عاملين تبادل اطلاق نار وبتاع بسبب ايه، ده يبوظ الصفقه بتاع ده وده يبوظ الصفقه بتاع ده. فانا عاوزك يا سبايدر مان، انا هقابلهم في المنتزه اللي في المدينه، فانت يعني ايه امني السكه عشان بس نخلص من المفاوضات دي. بالفعل هيروح المنتزه وهيخش جوه، وسبايدر مان بالفعل هيلاحظ ان في سنايبرز كتير قناصين يعني بيحاولوا يستهدفوا الصفقه. يعني بالفعل انت كسبايدر مان هتقدر ان انت تضربهم كلهم، والعصابتين اصطفوا مع بعض وخلاص والدنيا تمام. ولكن سبايدر مان كان شاكك في حته السنايبرز دول، اللي هم الناس القناصين دول ناس مش طبيعيين كده. فسبايدر مان قرر ان هو يروح عند اكبر واحد زعيم عصابه في البلد وهو كينج بينج. ولما هيوصل عند المبنى بتاعه هيلاقي بلاك كات بتجري كده، ولكن الناس اللي في المبنى هيكتشفوا ان في دخيل وهيحاصروا سبايدر مان، وبلاك كات هتقدر ان هي تهرب. ولكن في نفس الوقت هتلاقي ان في شخصيه جديده في اللعبه وهو مون نايت، هيساعد سبايدر مان في ان هو يتخلص من الحراس دول عشان يروح يجري على بلاك كات. وهتفضل تجري وراها كتير وبتاع مش عارفه ايه لغايه لما هتوصل عند شقتها وهتعرض عليك اللي انت ايه رايك تفضل معايا ونبقوا مع بعض والدنيا تبقى سمنه على العسل والكلام ده. هي طبعا ما قالتش الكلام ده بس انا بستظرف، انت شكلك ابيضاني وحليوه والكلام ده. فانت طبعا يا تختار انك تبقى معاها يا اما ما تبقاش معاها. وطبعا عشان احنا محترمين فسبايدر مان قال لا يا بنت الناس وبتاع، وانا مش بتاع الكلام ده، انا ليا الكراش بتاعتي هي ام جي وبتاع، ما اقدرش اعرف عليها واحده تانية لا مؤاخذه. المهم ان سبايدر مان هيروح لمون نايت وهيعرف منه انه كينج بينج حاصر محكمه كبيره جدا في البلد وجايب الحراس بتوعه بصوا عاملين قلق هناك. فسبايدر مان هيروح بالفعل وهيلاقي ان هم فعلا عاملين قلق وبتاع وجايبين روبوتات وهيدمروا المحكمه دي في ظرف دقايق دلوقتي. فبالفعل انت هتقدر ان انت تضرب الحراس دول بالروبوتات بتاعتهم، وهتاخد القنابل وهتحطها في اللي هي الجهاز اللي بيعطل القنابل يعني وكده. وخلوا بالكم من حاجه، سبايدر مان في نفس الوقت عاوز يعرف السم اللي موجود في البلد ده منين بالظبط والسائل بتاعه ده بيعمل ايه. فهو كان فاكر ان هي من عند كيك بين، ولكن اتاكد ان هو ما كانش من عنده. فمون نايت اقترح عليه ان هو يروح للراجل بتاع اللي هو الراجل النسر ده، اللي هو الراجل اللي بيطير ده. انا كنت فاكره في الاول ان هو جرين جوبلin بس هو لا مش هو يعني. وبالفعل هيروح للبيت بتاع ويلسون فيس، ولما هيعرف ان سبايدر مان موجود هيتغاب عليه اخر غباوه وهيلبس الجناحات بتاعته وهيحصل معركه جويه. انا بحبها جدا المرحله دي، انا بحبها جدا، بحس ان انا طاير في الجو كده وبضرب وحاجه جنان يعني. من بعد ما المعركه هتخلص هيعلقه في اليافطه كده وهيقول له ده الشرطه دلوقتي جاي لك ومش عارف ايه وما تقلقش، خليك انت دلوقتي عامل زي الفرخه انت ما بتطيرش والكلام يعني ايه تريقه كده من بتاعت سبايدر مان اللي انتوا عارفينها دي. سيبك بقى من كل ده، تعال نخش على الجزء الاهم في القصه وهي الجزء اللي انا هتكلم عنه دلوقتي. البوليس هيستدعى
سبايدر مان في ان في مدنيين بيهجموا عليهم، وسبايدر مان هيحس ان هم فعلا شكلهم غريب، بيمشوا بشكل غريب، في حاجه غريبه يعني عندهم. فعشان سبايدر مان مش عاوز يأذي مدنيين وبتاع، بس في نفس الوقت عاوز يوقفهم، فمسك الوليه ورماها من العماره. فرجال الشرطه افتكروا ان هو كده عدو، او ان هو كده ايه اللي انت عملته ده سبايدر مان، احنا لازم نهجم عليك فورا. سبايدر مان قدر ان هو يهرب من رجاله البوليس وراح لمون نايت. فمون نايت هيطلب من سبايدر مان ان انت توقف المدنيين دول مؤقتا عقبال ما نحقق في الموضوع يعني ايه مين ورا تحول المدنيين بالشكل ده. ففي وسط ما سبايدر مان بيحقق في الموضوع هيلاقي وولفرين وبيهجم على سبايدر مان. فسبايدر مان بيقول انا سعيد جدا بوجودك يا وولفرين. وولفرين بيبص له كده وبيشم ريحته وبيقول انت شكلك كده منهم يا زميلي. منهم ازاي يعني؟ لا انت كده بص انت شكلك منهم. ومن بعديها هجم عليه. افتكر ان هو يعني مش سبايدر مان او فانوم متنكر بان هو سبايدر مان، فاهم انت، بيخدعه يعني. ولكن مع الوقت هيبتدوا هما الاثنين ان هما يتحدوا مع بعض ويضربوا المدنيين دول، المدنيين اللي هما شكلهم غبي دول. وفي وسط ما هما بيقضوا على الناس دي هيكتشف ان في واحده معديه الشارع، فجاه فانوم سحبها جوه شارع ضيق وحولها لكائن تاني خالص. وهيكتشف كمان ان فانوم هو ورا كل ده. ومش فانوم بس، ده في حاجات كده او عامله زي الورده كده بس لونها اسود، بيخلي الناس تخش جوه يخرجوا شكلهم مش عادي. وده فانوم هو عاملها عشان يسيطر بيها على المدينه. هتبتدي تضربهم وبتاع ومش عارف ايه لغايه لما هتروح ورا فانوم، وهيحصل معركه بسيطه بينكم لغايه لما هتكسبوا في الاخر وهيهرب. فالمهم ان ذا شيلد كانت موقفه سبايدر مان عشان هم عاملين زي حجر صحي للمدنيين اللي اتصابوا. بل كمان هتظهر شخصيه جديده معانا وهي بلاك ويدو. بل كمان جاي عشان تقبض على سبايدر مان لان هو رمى المدنيين من فوق المبنى، لان هي برضه فاهمه غلط. ولكن فجاه من النور كده هيجي الكترو وبيصرخ باعلى صوته فين اختي. والكترو غبي ده كان بيكسر حجور الصحيه اللي عاملاها ذا شيلد دول، لغايه لما بلاك ويدو هتعرف تنشه بالسنايبر وهتوقفه شويه. هنكتشف ان اخت الكترو اللي مصابه بالمرض هتروح لالكترو هتنقل له المرض يعني. وهيحصل ان الكترو هيستجمع قوته تاني ولكن بشكل فانوم، بس الفانوم كالو، فاهمين قصدي؟ وهنعرف الكلام ده بعدين يعني. من بعد الحوسه والمشكله دي سبايدر مان هيتصل بفانتاستيك فور وايرون مان ولكن مش هيعبروه في الاخر. فسبايدر مان هيكتشف ان في عالم مهم جدا ممكن يساعدهم في حوار ان هم يوقفوا السم ده، ولكن موجود في سجن معين اسمه ايلاند او اللي هو الجزيره يعني. ويقرر ان هو يهرب العالم ده من السجن. بمساعده من مون نايت هيقدروا ان هم يخشوا السجن. بل كمان لحسن حظ وحيد القرن اللي هو اللي موجود في الكوميكس ده دخل وعرف ان هو يهرب من السجن. فسبايدر مان استغله في ان هو ينط عليه لا مؤاخذه ويكسر في الحيطان لغايه لما هيوصل للعالم ده وهيهربوا هم الاثنين. ففي وسط ما هم متجمعين بيشوفوا هيعملوا ايه الحوار. وذا شيلد كسروا الجسر عشان يبقى المدينه ما ينقلهاش المرض تاني. بل كمان عملوا حواجز كهربائيه تمنع الفانوم ان هم يخشوا. فعلا سبايدر مان هيساعدهم هنا وهناك. فبلاك ويدو بتطلب من سبايدر مان ان هو يروح لكينج بينج عشان يعقد معاه صفقه. احنا لسه ما نعرفش ايه الحوار ده. بالفعل سبايدر مان هيقول له I need your help وبتاع وعاوزين ايه مساعدتك وكده. هنكتشف بعد كده ان هو محتاج المبنى بتاعه عشان يركبوا فيها موجات صوتيه تمنع الفانومز ان هم ينتشر في المدينه والكلام ده، بل كمان يقضوا عليه. وهتلاقيهم ان هم كلهم متجمعين وقالوا على الفكره اللي انا قلت لك عليها دي. وبالفعل هيقدر ان هو يخلي المبنى كله خالي من الفانومز دول. ولكن الموضوع مش كده. المهم في الموضوع هو ان بلاك ويدو طلبت من سبايدر مان ان هو يروح ان في كائنات غريبه زي بتولد كهرباء مد الفانومز دول بالقوه اكبر يعني وكده. وطبعا الناس اللي بتولد كهرباء عاملين زي الجنريتور. فالمهم ان سبايدر مان يقضي عليهم على قد ما يقدر لغايه لما هيلاقي ان زي حاجه كبيره كده بتولد كهرباء. وهتلاقي ان الكائنات الكهربائيه دي بيولدوا الكهرباء في حته واحده. والكترو بيبتدي يصحى عشان يواجه سبايدر مان. وطبعا بالفعل هتبتدي ان انت تواجهه واحده واحده وبتاع. وهتقدر ان انت تضرب الناس الكهربائيين دول على قد ما تقدر عشان ما يبدوش يصحوا الكترو تاني وهكذا. بعد المعركه الشديده هتلاقي ان الكترو ينده على اخته اختي فين. قصه قصيره حزينه والله. فالمهم ان من بعديها سبايدر مان هيبتدي ان هو يستدعي ام جي وكيدج عشان يساعدوه في حوار ان هو يتصدى للفانومز دول. بل كمان طلب منهم ان هم يدوروا على وولفرين. وطلب كمان تعزيزات من الدرع عشان يبتدي يساعدهم. سبايدر مان كان بيفكر ان هو يجمع كل الناس اللي نجت من السم ده عشان يجمعهم في مكان واحد او يامن عليهم زي منطقه اخلاء كده. واختار المكان يبقى الكنيسه. سبايدر مان هيوصل هناك وهيلاقي وولفرين. وولفرين فعلا هيساعد سبايدر مان في ان هو ينقذ
الناس المدنيين اللي نجوا من حوار السم ده. هيجي طياره من الشيلد هياخد الناس دي فعلا، ولكن لما خلاص هيمشوا هيلاقوا انه في فانوم كده، بس فانوم لون احمر بقى، هيمسك الطياره هيقفش فيها مش هيحلها. فولفرين هيضطر ان هو يحارب، وسبايدر مان اكيد طبعا هيضطر ان هو يحارب لان هو مش هيسيب وولفرين لوحده يعني. ولكن وولفرين كان اتفعص منهم، والفانوم اندمج مع وولفرين فتحول للكائن اللي انت شايفه قدامك ده. فسبايدر مان هيضطر ان هو يواجه البلوه اللي انت شايفه قدامك دي. ولكن بعد المعركه هيبتدي ان وولفرين يتحرر من الفانوم اللي هو جواه يعني، وام جي وكيج راحوا عشان يطمنوا على سبايدر مان وانت حصل لك ايه ومش عارف ايه والكلام ده. وام جي قالت اللي انا قلقانه عليك من حوار البدله السوداء اللي انت بتلبسها اللي هي سبايدر مان الاسود يعني، وخايفه لا يسيطر عليك والكلام ده. سبايدر مان هيفضل ان هو يساعد في الشيلد دول عادي، ولكن بعدها بمراحل هنكتشف ان سبايدر مان اكتشف ان كيج واكيد معاه ام جي راح المنطقه الموبوءه اللي هي اللي موجوده فيها المرض يعني. وسبايدر مان كان قلقان جدا على ام جي وقعد يدور عليها وبتاع، وبل كمان سال الكينج بينج هي فين، لغايه لما هنلاقي المشهد الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الحلقه، ان هو كان بيفكر وبتاع ويا ترى هي فين ومش عارف ايه، وهيبتدي ان هو يدور عليها لغايه لما هو لقاها بالفعل ولقى ظل يعني ماشي عليه. هنكتشف بعد كده ان هي بلاك كات ولكن سيطر عليها الفانوم، فبقى شكلها زي اللي انت شايفه بالظبط كده. وطبعا ليها ميزه ممكن تقضي على بيتر باركر ده، وهي ان عندها ذبذبات صوت بتتحكم في الفانوم اللي جوه بيتر نفسه، لان سبايدر مان في جزء جواه فانوم برضه. ففي وسط ما هو بيضربها وبتاع وخناقه ومش عارف ايه والمعركه، وهتلاقي ان ام جي بمساعده من الشيلد جاي عشان تساعده. ولكن لا، المرحله هتصعب عليك اكتر لما هتلاقي ان انت لازم تضرب الكيان الغريب ده وفي نفس الوقت تنقذ ام جي. فمن بعد ما هتقضي على الكيانات الغريبه دي وهتضربها الهيلث بتاعتها هتخلص، هيلاقي ان البلاك كات دي عاوزه تهجم على ام جي، ولكن سبايدر مان هيبتدي ان هو ينقذها في الاخر، وهيفضلوا يحاربوا بعض لغايه لما الموضوع هيخلص. وطبعا سبايدر مان هينزل لها تحت وهيلاقي ان هي موجوده بلاك كات وان الفانوم بتاعها خرج من جسمها خلاص. فالمهم ان هي توصل فيديو تسجيلي بيتكلم فيه عن الجهاز اللي موجود في مبنى التراسك ده جاهز، والجهاز بتاعه هيتحط في ويز الذبذبات الصوتيه اللي هتقضي على الفانومز دول. ولكن في حاجه توقفهم، وهي ان الراجل النسر اللي اسمه ويلسون يعني اتحول لفانوم، فبقى فانوم طائر زي ما انتم شايفين كده. هيحصل معركه من امتع المراحل اللي انا لعبتها في اللعبه، وهي الجويات اللي هو الهوائيه دي. انا بحب قوي الخناقه لما بتبقى في الجو، بحبها جدا، بحسها اكشن اكتر يعني. فمن بعد ما هيقضي على الكيان الغريب ده، الجهاز اللي فوق المبنى اشتغل خلاص وقضى على كل حاجه يتعلق بالفانوم، بما فيها الفانوم الصغير اللي كان موجود في بيتر بارك. فيبتدي ان هو يتشال منه واحده واحده، والناس الفانومز دول اتحولوا في الاخر لمواطنين عاديين. وطبعا احنا كلنا افتكرنا ان القصه بتاعت اللعبه كلها خلصت وزي اند على كده، ولكن لا يا حبيبي. بلاك ويدو كلموها ناس من الشيلد وقالوا ان في عدد كبير من الفانومز موجودين في السفينه الرئيسيه اللي موجوده في الجو، فيضطر سبايدر مان ومون نايت وبلاك ويدو وكلهم هيروحوا لفوق عشان يقضوا على الفانومز دول. فالمهم ان سبايدر مان كان خطته كالتالي، ان هو هياخد القنابل وهيزرعها في كل حته في السفينه عشان يبتدي يبقى يفجر السفينه كلها. ففي مجرد ان سبايدر مان زرع القنابل وكله تمام، فيكتشف ان في كيان كبير جدا من الفانوم هيهجم عليه. ويا جماعه بجد المرحله الاخيره دي يا لهوي، هي المرحله حلوه وصعبه وسبايسي كده في نفسه، بس انا فعلا من غير مبالغه انا لغايه دلوقتي مش عارف اعدي المرحله دي. مرحله صعبه جدا، هتواجه الفانوم ابو 5 رؤوس ده، كل اللي عليك ان انت هتضرب راس واحده واحده. ففي الاخر سبايدر مان هيدي الشبكات بتاعته في المدفعيه وهيعوجها شويه ناحيه فانوم، وهيطلب ان المدفعيه تتضرب دلوقتي وهتتضرب على فانوم، وكده خلاص يا معلم فانوم كده خلاص خلص. ولكن برضو الموضوع لسه ما خلص. سبايدر مان هيروح هيساعد ايدي بروك اللي هو تعالى انقذه، ولكن ايدي رمى سبايدر مان واختار ان هو يفضل في السفينه. والمرحله اللي بعديها هيتكلم مع ميري جين ان الحياه بقت تمام والمدينه بقت كويسه، وظن ان فانوم مات. ولكن مع اعتقادي انا ده مش النهايه الاصليه للعبه. ما اقصدش ان ده مش النهايه بتاعت اللعبه، بس انا بقول ان ده مش النهايه برضو يعني. فانوم ما بيموتش، لان فانوم ده عباره عن كيان، عن حاجه، انتوا فاهمين قصدي يعني. وبس كده خلصت قصه اللعبه على كده. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت لسه مش مشترك معايا في القناه اشترك معايا في القناه. واسف جدا جدا على التاخير اللي حصل، وشكرا جدا جدا على المشاهده. سلام عليكم.